كلنا عارفين إن العرايس والدمي معمول عشان تبقى لعبة للأطفال، لكن تخيل دمية صغيرة تتحول لكابوس مرعب وتخلي ملايين من البشر يخافوا حتى يشوفوا صورتها. القصة بدأت سنة 1970 لما بنت من أمريكا جات لها هدية من أمها، دمية قماش شكلها عادي جدا، بس البنت من أول يوم بدأت تحس إن في حاجة غريبة بتحصل. الدمية كانت بتتحرك من مكان لمكان لوحدها، وأوقات كانت بتلاقيها واقفة في أوضة تانية وإيديها متغيرة. الموضوع بقى مخيف لدرجة إن هما اضطروا يستعينوا بباحثين في الأمور الخارقة، من أشهرهم إد ولورين وأرين اللي اتعمل عليهم أفلام ذا كونجيرينج. وأرين أكد إن الدمية أنابيب مسكونة بروح شريرة، ومن ساعتها واتحطت أنابيب في صندوق زجاجي وكتب عليه تحذير لا يفتح أبدا. الغريب إن في ناس قالت إن مجرد لمس الصندوق ممكن يجيب لك لعنة أو حوادث غريبة، وده اللي خلى أنابيل تتحول من مجرد لعبة لواحدة من أكثر الدمى رعبا في التاريخ. السؤال دلوقتي، هل أنابيل فعلا مسكونة بروح شريرة ولا أسطورة تضخمت بسبب الأفلام؟ القرار ليك انت. وفي الآخر لو حبيتوا الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان خاطر نكمل سلسلة الدمية المسكونة، واكتبوا لي في الكومنتات رعب، أو لو عايزين حلقة عن الدمية أوكيكو اللي شعرها بيطول لوحده اكتبوا لي في الكومنتات. سلام.